السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة تانية للبطولة الأولى لكرة الصالات بمركز شباب الكعبان. النهاردة المباراة التانية اللي كانت ما بين فريق المهيب وفريق نسور الدوحة. تمكن فريق نسور الدوحة ان هو يفوز بفرق كبير جدا على فريق المهيب. معنا الكابتن عبد الحق، كابتن فريق نسور الدوحة. اهلا وسهلا بيك. اهلا فيك. شرفت ونورت مدينة الكعبان طبعا. نحب نعرف منك الاول ايه رايك في تنظيم البطولة بشكل عام؟ اول شيء كثير مشكورين المنظمين على هالتنظيم، لانه كثير في فرق واضح بين باقي البطولات اللي عم تصير بالدوحة. ما في مشاكل، ما في تاتش بين اللعيبه، كثير الامور مسيطر عليها، وهذا كثير ملاحظ يعني. الامور السلبيه بنتمنى لو كان في حكم مساعد ليساعد الحكم الرئيسي، لانه يعني على حجم الملعب هو مشكور كثير الحكم، يعني ما قصر والله. تمام. طيب نرجع للمباراة. فريق المهيب كان معروف عنه انه فريق قوي جدا، بيعرف يلعب كويس جدا كرة صالات. فريقه برضه فريق قوي جدا. ازاي قدرتوا ان انتوا تسيروا المباراة، خصوصا فريق المهيب كان متقدم، انتوا رجعتوا تعادلتوا معاه ورجعتوا حققتوا الفوز بشكل ساحق. قدرتوا تسيروا المباراة ازاي؟ هلا الصراحة نحن من أول البطولة سمعنا عن فريق المهيب ربح فارق كبير 13-0 على الفريق الثاني، يعني مشكورين الشباب. تابعنا خطة فريق المهيب، لهيك لعبنا من أول اللعبة ضغط على أول مدافع لأول مهاجم، وكانوا شبابنا بلياقة عالية يعني، والحمد لله الله وفقنا، وبعون الشباب عمر توكل وحذيفة وإيفان واسلام وباقي الشباب. تمام. عامة شرفتنا ونورتنا في مدينة الكعبان، ومبروك الفوز. مبروك الفوز يا كابتن عبد الحكيم. السلام عليكم.